مساء الخير عليكم. النهارده هقدم لكم حواوشي. المره دي الحواوشي انا عاملاه بطريقه جديده شويه، حواوشي الطاسه. هنشوف مع بعض المقادير. دي نص كيلو لحمه مفرومه، انا هحط عليها 7 توابل: نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص بابريكا، رشه ثوم، 7 بهارات، رشه جنزبيل، رشه كاري، وافضل اقلبهم. هحط معلقه ليا كبيره، انا مسيحه ليا وحطها في برطمان، وافضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين الليا كده، بقلبها عشان تشرب اللحمه. بعد كده بحط البصل، نص كيلو مفروم عليه بصلتين مبشورين كبار. بعد كده بحط البيضايه واحده، دي بتدي طراوه للحمه وتخلي الحواوشي طعمه تحفه يعني. تفضلي تقلبي فيهم كده. هحط برضو مكون تاني انا بحب احطه في الحواوشي، اللي هو عطاسه. انتوا شايفين كده بفضل اقلبه عشان كل التوابل تشرب مع بعضها وتتناسج مع بعضها. بعد كده هضيف مكونات تانية زي ما انتوا شايفين: طماطم، فلفل، بقدونس، بحطهم وافضل برضو اقلب. ودوقي لو حسيتي محتاجه ملح ضيفي ملح، وافضل اقلبه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكله قوامه كله متماسك مع بعض. انا بجيب العيش بفتحه وبحشي العيش الحواوشي كله، بملاه زي ما الكميه اللي انت عايزاه. بعد كده بجيب طاسه بدهنها زبده، عايزه تحطي زيت دي حاجه بتاعتك، من فوق ومن تحت. بدهن العيش كده وبعد كده باخده واحطه على نار هاديه واطيه خالص واغطيه. وبعد نص ساعه كده او ربع ساعه ابتدي اقلبه. شايفين لونه احمر ازاي؟ هيبتدي كمان يقرمش، واسيبه كمان على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده. هرجعه عشان تشوفوا شكله وجماله. بصوا شكله. عايزه اقول لكم سهله قوي وعمايله مش محتاجه تحطيه في الفرن، ممكن تعمليه على الطاسه. عايزه تحطي كله في الفرن بتحطي كله في الفرن وتدهني بس على نار عاليه. طعمه وهم جدا. اتمنى الوصفه تعجبكم والحواوشي يكون نال اعجابكم. وصفه جديده واقول لكم سلام.